بشكر في كل انا هقول لك، وفي الاخر انا هقول لك يعني عمرو، كلام كتير جدا عن وجودك خلال الفترة اللي فاتت ومفاوضات ما بينك وما بين النادي الإسماعيلي، وبعدين انت كتبت تويتة او تغريدة اول امبارح قلت ان انت مش هتقدر تلعب في اي نادي في مصر غير نادي الزمالك او فيما معناه هذا الكلام. يعني كان معايا العميد محمد ابو السعود امبارح الحقيقه وقال لي، يعني انا قلت له احنا في عصر احتراف، هو يعني عمرو حر يكتب زي ما هو عايز، ولكن في الاخر ممكن يروح يلعب في الاسماعيلي، ما عندوش مشكله يعني. كابتن خلينا اوضح. اتفضل يا عمرو. هو الراجل طبعا الراجل محترم جدا جدا جدا، وخلينا اقول ان شرف لاي لعيب يلعب نادي الاسماعيلي. خلينا يعني نتكلم بواقعيه. نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، دول اكبر 3 انديه يعتبروا افريقيا، سواء قاعده جماهيريه او قاعده عالميه. مظبوط. النهارده الراجل كلمني بمنتهى الاحترام، واتكلمت معاه واتناقشت معاه، ما بنكرش ان هو ما اتكلمش معايا، لا الراجل اتكلم معايا بمنتهى الاحترام وكان عاوزني، وانا ابتديت يعني اتكلمت معاه، قلت له والله ده حاجه تشرفني وتشرف اي لعيب النهارده انه يلعب في النادي الاسماعيلي بجمهوره بلعيبته، الكلام ده كله حط عبد رب اتكلم كتير، لعيب منتخب وفي ثقه بيننا وبين بعض، كان هو واخد زي حريه التفاوض معايا. هو قال كده امبارح. نعم. انا بقول لحضرتك اتفضل. اتكلمنا مع بعض واتناقشنا في كل الامور دي والكلام ده كله، لكن انا قلت لحسني، قلت له ده حاجه تشرفني، حسني سيبني انا هفكر، اوكي، ولان انا لسه عندي موضوع النادي بتاعي، يعني النادي بتاعي وضعي كالتالي، ان انا من حقي في يناير امضي لاي فريق، لان انا ماضي في موسم واحد، ففي يناير من حقي ان انا امضي لاي فريق، لكن ان انا النهارده انضم لاي نادي النهارده سواء مصري او غير مصري، فاهم، في يناير لازم ان انا اخلص موضوع مع النادي هنا. موضوع مع النادي هنا بيخلص بناء عن الود او بناء على شرط في العقد، ان انا النهارده النادي عايز يكنسل عقده مع اللعيب او اللاعب عايز يكنسل عقده مع النادي، بيبقى اسمه فسخ الطرادي بناء على اتفاق النهارده، ان انا مثلا ليا مبلغ مادي النهارده ما حصلتش عليه. انت بقيت خبير يا عمرو في الحاجات دي خلاص، ها؟ اعمل ايه بس يا كابتن؟ يبقى ليا مبلغ جزء وجزء ثاني لا، او العكس، يعني شوف مين اللي عاوز يمشي الكلام ده كله. تمام. لكن انا قاعد مستقر مع الناس وموجود. طيب النهارده في حاله انا كلمته كلمه واحده بس، قلت له انا النهارده لو ما فيش حاجه في اوروبا، يعني لو خلاص سويت الامر بتاعي مع النادي بتاعي وما فيش حاجه في اوروبا بالنسبه لي، انا هكون موجود في مصر. انا لما رجعت هنا الكويت وقعدت الكلام ده كله، انا بقول لك بمنتهى الامانه، يعني طبعا اكتر من لعيب في نادي الزمالك اتكلموا معايا وعاوزين ان انا اكون موجود، ودي حاجه بالنسبه لي كانت حدث كبير جدا. اكتر من مسؤول كلمني في نادي الزمالك، سواء من محب النادي او القريبين للنادي جدا او من الناس المسؤولين كلموني بعد كده، عشان برضه ابقى معاك منتهى الامانه. يعني الفتره اللي فاتت دي شهدت مفاوضات من مسؤولين داخل نادي الزمالك من بعد مباراه المنتخب، لكن اللعيبه كانت على طول عاوزين، حتى من المباراه اللي لعبناها في الجونه لا يعني خليني انا اقول لك حاجه، ان اللعيبه دي يعني انا يعني ما فيهاش مشكله، ولكن المسؤولين هم اللي بيقرروا مين اللي يجي. اتفضل. كمسؤولين يعني محبي ومسؤولين والكلام ده كله، الناس يتكلموا، انا كلامي واضح، ويعني انا ما اعرفش انا كنت غلط او صح، قلت لهم يا جماعه ده ناديه وده بيتي، وانا اتشرف ان انا اكون موجود في نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك انا النهارده هو اللي عمل اسم عمرو زكي، هو اللي يكبر عمرو زكي، ونادي الزمالك انا من خلاله طلعت لعبت من خلاله لعبت في انجلترا، من خلاله في منتخب مصر، جمهوره ليه فضل كبير عليا، اعلامه ليه فضل كبير عليا. بس يا جماعه نادي الاسماعيلي الناس رئيس النادي كلمني، يعني انا بقول لك والله العظيم ده اللي حصل، يعني الراجل ده كلمني قال والله نادي الاسماعيلي نادي كبير كذا كذا كذا، بس انت عمرو بيتك ومكانك في نادي ايه؟ الزمالك. تمام. ده اللي حصل. قلت لهم يا جماعه طب انا وضعي النهارده 1 2 3 4 هقفل من الموضوع، لكن انا لازم اتكلم مع الناس او هوضح بصفه عامه للراي العام. عمرو معلش انا ما فهمتش، معلش انا عايز افهم النقطه دي. انت يعني دلوقتي لما اتكلمت مع مسؤولي نادي الزمالك قلت لهم ان انا النادي الاسماعيلي كلمني، فانا مرتبط مع النادي الاسماعيلي، فمش هينفع اتكلم معاكم غير لما لا ما انا عايز افهم بس عشان الناس تفهم. مرتبط مع نادي السلميه الكويت. نعم. اي كلام بالنسبه لنا اوكي كموافقه او الكلام ده كله، نفس الشيء رئيس نادي الاسماعيلي الراجل وحسن عبد ربه كراجل هم مفوضين انه يتكلم معايا. لكن انت ما قلتش يعني ان انت مش هتلعب غير في نادي الزمالك. لا انا لا اقول لحضرتك على حاجه، انا قلت بعد كده قلت لما بس اولا ليه؟ بص يا كابتن، انا لاعب النهارده مش لاعب صغير، ولا نادي الاسماعيلي ولا رئيسه ناس صغيرين، ولا النادي الاهلي ناس صغيرين، يعني انا بكلمك بصفه عامه، ولا نادي الزمالك ناس صغيرين، يعني انا بحترم الجميع، وانا في نفس الوقت مش اللعيب اللي انا هعمل النهارده اخلي ده اسيب الباب مفتوح، اخلي الاهلي يتكلم واقول ده كلمني وده مش عارف ايه، واسيب الاسماعيلي يتكلم واسيب زي عشان ان انا اعلي سعري وعشان اخد اعلى رقم، فاهم، اوصل له. لا انا اكبر من الكلام ده كله، بحترم كل قاعده جماهيريه او كل رئيس نادي سواء الاسماعيلي او النادي الاهلي، وقلت يا جماعه قعدت مع نفسي وقلت لا يا جماعه انا خلاص خدت قرار داخل نفسي عشان اقفل القصه، اخلي الناس اللي عايز يجيب لعيب تاني او اللي عايز يتفاوض مع لعيب برافو عليك. نعم. فاهم ازاي؟ وفي الاخر يلاقيني راح نادي كذا كذا في الزمالك. تمام. فانا قلت يا جماعه اقفل القصه دي واحترم نفسي واحترم الانديه، فاهم ازاي؟ انا يكفيني النهارده يبقى الناس كلها تحترمني، مش بس جمهور الزمالك ولا اعلام الزمالك، لا زي ما الناس تحترمني كلاعب منتخب مصر، الناس تحترمني برضه على مستوى مصر كله في الاعلام. اذا لن يلعب عمرو زكي
غير في نادي الزمالك داخل مصر. انا قلت كده يا كابتن، انا النهارده مش هزايد على نادي الزمالك عشان اوصل لساعه، لان ده بيتي اللي هم هيشوفوه او الكلام ده كله وقتها اعتقد مش هيبقى فيه خلاف، حتى لو كان النادي الاهلي نفسه او العادي يبقى ازاي. فقلت اقفل القصه واتكلم عن الناس النهارده، اعلن النهارده يا جماعه انا في مصر، انا في نادي الزمالك. حتى لو كان النادي الاهلي يا عمرو، خلينا واضحين يعني. مع احترامي، حتى لو كان النادي الاهلي، مع احترامي ليه، وخلي بالك انا اول من بيبارك للنادي الاهلي على طول. طبعا، لا انا يعني دي مالهاش علاقه يعني طبعا. انا بقول لك يعني انا بحترم الناس كلها جدا على فكره. انا ما فيش حد يكلمني رسمي في النادي الاهلي، كلها الجمهور كان على الفيسبوك بيطالب ان عمرو زكي يبقى موجود. نعم. في اكتر من ايجنت اتكلم. الحقيقه عمرو، اصل انت بعد مباراه المنتخب وريتنا صوره جميله، وريتنا عمرو زكي الحقيقي يعني اللي بقالنا كتير جدا ما شفناهوش، وبقالنا كتير جدا ما شفناش راس حربه من ساعه انت ومتعب يعني، ما شفناش راس حربه لغايه دلوقتي. والله يا كابتن كان نفسي اكون موجود في المباراه اللي هناك، لكن انت عارف انا في الاول والاخر لعيب وراجل بتمرن وبقضي المعسكر بتاعي بمنتهى الالتزام، لكن تبقى طبعا وجهه نظر المدرب ان هو يلعب عمرو او ما يلعبوش. يعني انا بقول لك بصفه عامه، اما بس انا بقفل القصه بتاعت الانديه. انا قلت لك هي قصه احترام للناس. انا مثلا الراجل يتكلم معايا ويتفاوض معايا والكلام ده كله، حصل اكتر من ايجنت اتكلمنا على موضوع النادي الاهلي. حصل الكلام ده كله. اما انا قلت النهارده قعدت مع نفسي قلت لا، انا اخلي الناس كل واحد كان عنده فرصه يشوف لعيب او الكلام ده كله، ما تفضلش معلق الناس النهارده وعاملين حسابهم على عمرو، فاهم ازاي؟ وبعد كده لو عمرو النهارده لو خلاص لو هيرجع مصر يبقى موجود، فاهم؟ يعني الناس تزعل مني. طب بمناسبه الاهلي يا عمرو، الو او النادي الاهلي، وقلت يا جماعه، قعدت مع نفسي قلت لا يا جماعه انا خلاص خدت قرار داخل نفسي عشان اقفل القصه، اخلي الناس اللي عايز يجيب لعيب تاني او اللي عايز يتفاوض مع لعيب برافو عليك. نعم. فاهم ازاي؟ وفي الاخر يلاقيني راح مادس نادي كذا كذا في الزمالك. تمام. فانا قلت يا جماعه اقفل القصه دي واحترم نفسي واحترم الانديه، فاهم ازاي؟ انا يكفيني النهارده يبقى الناس كلها تحترمني، مش بس جمهور الزمالك ولا اعلام الزمالك، لا، زي ما الناس تحترمني كلاعب منتخب مصر، الناس تحترمني برضه على مستوى مصر كله في الاعلام. اذا لن يلعب عمرو زكي غير في نادي الزمالك داخل مصر. انا قلت كده يا كابتن، انا النهارده مش هزايد على نادي الزمالك عشان اوصل لساعه، لان ده بيتي اللي هم هيشوفوه او الكلام ده كله وقتها اعتقد مش هيبقى فيه خلاف، حتى لو كان النادي الاهلي نفسه او العادي يبقى ازاي. فقلت اقفل القصه واتكلم عن الناس النهارده، اعلن النهارده يا جماعه انا في مصر، انا في نادي الزمالك. حتى لو كان النادي الاهلي يا عمرو، خلينا واضحين يعني. مع احترامي، حتى لو كان النادي الاهلي، مع احترامي ليه، وخلي بالك انا اول من بيبارك للنادي الاهلي على طول. طبعا، لا انا يعني دي مالهاش علاقه يعني طبعا. انا بقول لك يعني انا بحترم الناس كلها جدا على فكره. انا ما فيش حد يكلمني رسمي في النادي الاهلي، كلها الجمهور كان على الفيسبوك بيطالب ان عمرو زكي يبقى موجود. نعم. في اكتر من ايجنت. نعم. انا بقول لحضرتك اتفضل. اتكلمنا مع بعض واتناقشنا في كل الامور دي والكلام ده كله، لكن انا قلت لحسني، قلت له ده حاجه تشرفني، حسني سيبني انا هفكر، اوكي؟ ولان انا لسه عندي موضوع النادي بتاعي، يعني النادي بتاعي وضعي كالتالي، ان انا من حقي في يناير امضي لاي فريق، لان انا ماضي في موسم واحد، ففي يناير من حقي ان انا امضي لاي فريق، لكن ان انا النهارده انضم لاي نادي النهارده سواء مصري او غير مصري، فاهم؟ في يناير لازم ان انا اخلص موضوع مع النادي هنا. موضوع مع النادي هنا بيخلص بناء عن الود او بناء على شرط في العقد، ان انا النهارده النادي عايز يكنسل عقده مع اللعيب او اللاعب عايز يكنسل عقده مع النادي، بيبقى اسمه فسخ التراضي بناء على اتفاق النهارده، ان انا مثلا ليا مبلغ مادي النهارده ما حصلتش عليه. انت بقيت خبير يا عمرو في الحاجات دي خلاص، ها؟ اعمل ايه بس يا كابتن؟ يبقى ليا مبلغ جزء وجزء تاني لا، او العكس يعني. طب شوف مين اللي عاوز يمشي الكلام ده كله. تمام. لكن انا قاعد مستقر مع الناس وموجود. طيب النهارده في حاله انا كلمته كلمه واحده بس، قلت له انا النهارده لو ما فيش حاجه في اوروبا، يعني لو خلاص سويت الامر بتاعي مع النادي بتاعي وما فيش حاجه في اوروبا بالنسبه لي، انا هكون موجود في مصر. نعم. انا لما رجعت هنا الكويت وقعدت الكلام ده كله، انا بقول لك بمنتهى الامانه يعني، طبعا اكتر من لعيب في نادي الزمالك اتكلموا معايا وعاوزين ان انا اشكر في كل انا هقول لك في الاخر انا هقول لك يعني عمرو، كلام كتير جدا عن وجودك خلال الفتره اللي فاتت ومفاوضات ما بينك وما بين النادي الاسماعيلي، وبعدين انت كتبت تويته او تغريده اول امبارح قلت ان انت مش هتقدر تلعب في اي نادي في مصر غير نادي الزمالك او فيما معناه هذا الكلام. يعني كان معايا العميد محمد ابو السعود امبارح الحقيقه وقال لي، يعني انا قلت له احنا في عصر احتراف، هو يعني عمرو حر يكتب زي ما هو عايز، ولكن في الاخر ممكن يروح يلعب في الاسماعيلي ما عندوش مشكله يعني. كابتن خلينا اوضح. اتفضل يا عمرو. هو الراجل طبعا الراجل محترم جدا جدا جدا، وخلينا اقول ان شرف لاي لاعب يلعب نادي الاسماعيلي. خلينا يعني نتكلم بواقعيه. نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، دول اكبر 3 انديه يعتبروا افريقيا، سواء قاعده جماهيريه او قاعده اعلاميه. مظبوط. النهارده الراجل كلمني بمنتهى الاحترام واتكلمت معاه واتناقشت معاه، ما بنكرش ان هو ما اتكلمش معايا، لا الراجل اتكلم معايا بمنتهى الاحترام وكان عاوزني، وانا ابتديت يعني اتكلمت معاه قلت له والله ده حاجه تشرفني وتشرف اي لعيب النهارده انه يلعب في النادي الاسماعيلي بجمهوره بلعيبته والكلام ده كله. حسن عبد ربه اتكلم كتير، لعيب منتخب وفي ثقه بيننا وبين بعض، كان هو واخد زي حريه التفاوض معايا. هو قال كده امبارح. نعم. انا لازم اتكلم مع الناس او هوضح بصفه عامه للراي العام. عمرو معلش انا ما فهمتش، معلش انا عايز افهم النقطه دي. انت يعني دلوقتي
لما اتكلمت مع مسؤولي نادي الزمالك قلت لهم ان انا النادي الاسماعيلي كلمني، فانا مرتبط مع النادي الاسماعيلي، فمش هينفع اتكلم معاكم غير لما لا 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 ما انا عايز افهم بس عشان الناس تفهم. مرتبط مع نادي التنميه الكويتي. نعم. اي كلام بالنسبه لنا اوكي كموافقه او الكلام ده كله، نفس الشيء رئيس نادي الاسماعيلي الراجل وحسن عبد ربه كراجل هم مفوضين انه يتكلم معايا. لكن انت ما قلتش يعني ان انت مش هتلعب غير في نادي الزمالك. لا انا اقول لحضرتك على حاجه. انا نعم. قلت بعد كده قلت لما بس اولا ليه؟ بص يا كابتن، انا لغايه النهارده مش لاعب صغير، ولا نادي الاسماعيلي ولا رئيسه ناس صغيرين، ولا نادي الاهلي ناس صغيرين، يعني انا بكلمك بصفه عامه، ولا نادي الزمالك ناس صغيرين، يعني انا بحترم الجميع. وانا في نفس الوقت مش اللعيب اللي انا هعمل النهارده اخلي ده اسيب الباب مفتوح، اخلي الاهلي يتكلم واقول ده كلمني وده مش عارف ايه، واسيب الاسماعيلي يتكلم واسيب ازاي عشان ان انا اعلي سعري وعشان اخد اعلى رقم، فاهم؟ اوصل له. لا، انا اكبر من الكلام ده كله، بحترم كل قاعده جماهيريه او كل رئيس نادي سواء الاسماعيلي يكون موجود، وده حاجه بالنسبه لي كانت حاجه كبيره جدا اكتر من مسؤول كلمني في نادي الزمالك، سواء من محب النادي او القريبين للنادي جدا او من الناس المسؤولين كلموني بعد كده عشان برضه ابقى معاك منتهى الامان. يعني الفتره اللي فاتت دي شهدت مفاوضات من مسؤولين داخل نادي الزمالك من بعد مباراه المنتخب، لكن اللعيبه كانت على طول عاوزانا حتى من المباراه اللي لعبناها في الجونه لا يعني خليني انا اقول لك حاجه، ان اللعيبه دي يعني انا يعني ما فيهاش مشكله، ولكن المسؤولين هم اللي بيقرروا مين اللي اتفضل. كمسؤولين يعني محبي ومسؤولين والكلام ده كله، الناس يتكلموا، انا كلامي واضح، يعني انا ما اعرفش انا كنت غلط او صح، قلت لهم يا جماعه ده ناديه وده بيتي، وانا اتشرف ان انا اكون موجود في نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك انا النهارده هو اللي عمل اسم عمرو زكي، هو اللي يكبر عمرو زكي، ونادي الزمالك انا من خلاله طلعت لعبت نعم، من خلاله لعبت في انجلترا، من خلاله في منتخب مصر، جمهوره ليه فضل كبير عليا، اعلامه ليه فضل كبير عليا. بس يا جماعه نادي الاسماعيلي الناس رئيس النادي كلمني، يعني انا بقول لك والله العظيم ده اللي حصل، يعني الراجل ده كلمني قال والله يا نادي الاسماعيلي نادي كبير كذا كذا كذا، بس انت عمرو بيتك ومكانك في نادي ايه؟ الزمالك. تمام. ده اللي حصل. قلت لهم يا جماعه طب انا وضعي النهارده 1 2 3 4 هقفل من الموضوع، لكن